سلام سلام، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس يا الشاطرات. عشاق الشوكولاته والكوكيز كامل يتجمعوا هنا، لانه هذا الفيديو اليوم فيه كميه تاع بنه مش عاديه. اليوم راح نحضروا مع بعض كيكه الكوكيز العملاقه المحشيه بالشوكولاته. واش نحكي لكم المزيج السحري بين قرمشه الكوكيز وطراوه الكيك، والطبقه اللي الداخل معمره بنه تذوب في الفم. يلا معايا نبداو مع بعض، يلا بسم الله. اولا 250 غرام مارغرين او زبده، نضيفوا لها كأس سكر بني، ربع كأس سكر ابيض، ذره ملح باش تعدل الحلاوه، وملعقه كبيره فانيلا. نخلطوا الكل مع بعض بالمضرب الكهربائي او باليد، نفس الشيء. المضرب يوفر لنا الوقت فقط. ثم نضيفوا له 2 بيض، 2 حبات بيض كاملين، ونواصلوا الخلط حتى وين نحصلوا على كريمه ويذوب لنا السكر. ثم نضيفوا الفرينه. هنا نستعملوا الفرينه 3 كؤوس ونصف فرينه. نديروا من قبل 2 كؤوس. دائما الفرينه نغربلوها، يمكن يكون فيها كاش حبيبات، ولا نصف ملعقه خميره الحلوى ونصف ملعقه بيكربونات. ضروري نصف ملعقه من كل نوع، ضروري باش تجمع لنا الطراوه والصلابه من فوق، تعطينا ديك القرمشه. نخلطوا، ثم نضيفوا كأس ونصف الفرينه الباقيه، كأس ونصف. المجموع كان 3 كؤوس ونصف. نخلطوا الخليط فقط، ما ندلكوهش، نخلطوه فقط، اما بالاصابع او بالاسباتيل، حتى نحصلوا على هذا العجين يكون طري، ما يكونش جاري وما يكونش ناشف. شاركوا الفيديو احبتي باش نوصلوا تقديم الوصفات، فضلا احبتي. حبيبات الشوكولاته 4 ملاعق. ومن بعد لازم كاين خطوه ضروريه نديروها في الكوكيز. العجينه كي نكملوها نديروا حبيبات الشوكولاته فيها، نديروها نغطوها بكيس بلاستيكي ونخلوها في الثلاجه مده نصف ساعه باش تماسك. هذا الشرط ضروري باش تماسك لنا. بعد ما مرت نصف ساعه راني خرجتها وقسمتها على قسمين متساويين، قسم نديروه اسفل الكيكه وقسم من الفوق. في مول قطر تاعو 26 سنتيم وارتفاعه 6 سنتيم. نديرو الطبقه الاولى ونمشوها على كامل المول. وهنا عند كي نخبزوا الكوكيز تاعنا لازم نرفعوا الاطراف 2 سنتيم حتى 3 سنتيم. بهذه الطريقه نرفعوا الاطراف باش الحشو يبقى لنا الداخل، ما يخرجلناش من العجينه. ثم اي نوع شوكولاته طلي عندك، كل ما كانت شوكولاته الطلي تاعك من النوعيه الجيده راح يخرج لك كوكيز رائع. حاولي تخيري نوع الشوكولاته اللي ديريه يكون جيد. نمشوا الشوكولاته داخل الكيكه تاعنا داخل كامل. حاولوا تسووها متساويه الاطراف. ثم اي شوكولاته عندك تاع الابراج شوكولاته نضيفوهم، ممكن ما تضيفيش اذا ما كاش متوفر عندك، او اي اضافه تحبي تضيفيها. انا هنا ضفت ابراج شوكولاته محشوه بكريمه الكراميل. ثم نروحوا للطبقه الثانيه، نحلوها فوق بابي كويسو يكون بحجم المول. حاولي ما تخشنيش طبقه الكوكيز ما تجيناش معجنه.
ثم بهذه الطريقة نحطوها فوق الكيكة تاعنا. من بعد نسووا الجوانب تاعها، ندخلوا العجينة ما بين الجوانب، ما نخلوش الفراغ ما تخرج لناش عند الطهو وتخرج لنا الشوكولاته، لازم ما نخلوش كامل الفراغ من الجوانب. نسووا كامل الجوانب. ثم حبيبات الشوكولاته نديروها من الفوق الكيكه تاعنا بهذه الطريقه. اللي جربتها تحط لنا في التعليقات حبيبتي، حطوا لنا في التعليقات اذا نجحت لكم ولا لا، ولكن اذا تبعتي النصائح اللي عطيتها لك اكيد راح تنجح لك، صدقيني سيرتو الاطفال يموتوا عليها. ثم حطيت من فوقها كنت مخليه ابراج الشوكولاته، ضفتهم كاضافه من الفوق. كي تضيفيهم تدركي عليهم باش يدخلوا داخل العجينه، ما يبقاوش من الفوق. ثم ثاني هنايا كاين خطوه مهمه، ما تدخلش للفرن مباشره، ديريها في الثلاجه مده نصف ساعه اخرى باش تتماسك وتطيب لك مليح. ومن بعد ما نخرجوها من الفرن نديروها في الفرن على 180 درجه مسخن مسبقا، نشعلو من التحت لما تحمر من الجوانب، نشعلو الفوق، نطفو التحت ونشعلو الفوق 3 دقائق او 4 دقائق. والسلام عليكم.